نادي الهلال السعودي سيتقدم بعرض إلى نادي برشلونة للتعاقد مع لامين يامال مقابل 400 مليون يورو أو دولار مهما يكن. لكن لامين يامال لاعب كبير، لو راح الهلال هتكون نقلة تانية لخط هجوم الهلال على مسؤوليتي. مالكم مع لامين يامال شغل عالي جدا، لعيبة رهيبة. الهلال بيضع تارجت، خدها مني من دلوقتي، ل 2029 بعد 4 سنين. بيشتغلوا من دلوقتي على 2029 علشان يجيبوا افضل اللعيبه يتخطوا حاجز دور الثمانيه في كاس العالم. عايزين يوصلوا للنهائي، ولما لا يصل الهلال للنهائي وياخد كمان البطوله. الهلال فريق كبير وفريق قوي جدا وفريق عالمي. كفايه انه طلع السيتي في مباراه مش هتتنسي 4-3. لكن الهلال بيخطط صح. فهل برشلونه يوافق في ظل طبعا الازمات الماليه او الازمه الماليه اللي موجوده في برشلونه، ام هيستغنى، ام هيحافظ برشلونه على لامين يامال ويكمل معاه ويرفض عرض الهلال تماما؟ هنشوف خلال الفترات الجايه.